بعض المستأجرين بيقولوا أن بعض المحضرين بيرفضوا أن ياخدوا منهم الأجرة. يا جماعة، المحضر هو وسيلة لتوصيل الأجرة للمؤجر، هو ملوش أن يقرر. ولو حضرتك صادفت محضر بيرفض تنفيذ عمله، حضرتك هتطلب منه بيان رسمي اللي بيلزمه أنه هو يطالبك بأجرة معينة أو بمبلغ معين. لو ما قدمش البيان الرسمي ده يبقى حضرتك تعمل له محضر، سواء جوه المحكمة عند رئيسه، عند رئيس المحكمة، أو في النجدة لامتناعه عن تنفيذ عمل. قول له أنا هروح أعمل لك محضر امتناع عن تنفيذ عمل بهدوء وبطريقة لبقة، لكن في نفس الوقت نلزمه انه يقوم بتنفيذ عمله. لو ما قامش بنعمل محضر سواء جوه المحكمة او من خلال النجدة، تتصل بالنجدة لإثبات الحالة. في الحالتين هتاخد رقم المحضر وتضيفه لأي قضية، سواء المؤجر هيرفعها عليك، سواء حضرتك هترفعها عشان الطعون وتقول والله أنا كنت رايح أدفع لكن المحضر رفض تنفيذ استلام الأجرة، وده المحضر اللي أنا نفذته. هتقول محضر لطيف وابن حلال وخد الفلوس، أهلا وسهلا. من حقك تدفع إيجارك القديم مادام في منازعة على الأجرة، من حقك تدفع 250 جنيه مادام في منازعة على الأجرة. هو مش من حقه يقول لك تدفع كام وما تدفعش كام.